السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم الرياضة. سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو بعد أن قدمنا لكم 12 جزءا من أقوى 10 صفقات تمت رسميا موسم 2023 تحضيرا لموسم 2024. في هذا الفيديو الجزء الثالث عشر، لكن قبل البدء اشترك بالقناة زائد تفعيل جرس التنبيه زائد لايك للفيديو. تابع المشاهدة عزيزي المشاهد. أولى الصفقات أعلن نادي فولهام الإنجليزي بالتعاقد مع المهاجم المكسيكي صاحب 32 عام اللاعب راؤول خيمينيز قادما من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 6 مليون باوند، وبعقد يمتد لمدة موسمين زائد خيار تجديد لموسم إضافي. ثانيا، أعلن نادي أنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد مع الحارس السويسري الحارس يان سومير قادما من نادي بايرن ميونخ مقابل 6 مليون يورو، وبعقد حتى عام 2026 برفقة النادي الإيطالي. ثالثا، أعلن نادي مارسيليا الفرنسي بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي اللاعب رينان لودي قادما من نادي أتلتيكو مدريد مقابل 12 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 5 مواسم قادمة برفقة النادي الفرنسي. رابعا، أعلن نادي برايتون الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع إيغور جوريو قادما من نادي الفيولا مقابل 20 مليون يورو، 17 مليون يورو كمقدمة و3 مليون يورو كإضافات للنادي. خامسا، أعلن نادي توتنهام الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب الهولندي مايكل ديفين قادما من نادي فولسبورغ الألماني مقابل 35 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى موسم 2029. سادسا، أعلن نادي ويست هام الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب خط الارتكاز المكسيكي أدسون ألفاريز مقابل 35 مليون باوند، وبعقد يمتد حتى موسم 2028 قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي. سابعا، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الحارس كيبا قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط مع خيار الشراء لتعويض حارسهما المصاب بالرباط الصليبي الحارس التيبو كورتوا حتى نهاية الموسم. ثامنا، أعلن نادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع اللاعب خط الوسط الإيفواري اللاعب فرانكيسي قادما من نادي برشلونة الإسباني مقابل 12 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى موسم 2026. تاسعا، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي غونزالو راموس على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط مع خيار الشراء للموسم الثاني ب90 مليون يورو قادما من نادي بنفيكا البرتغالي. عاشرا وأخيرا، يعلن نادي بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي اللاعب هاري كين قادما من نادي توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو زاد 20 مليون يورو كإضافات وتحفيزات للنادي، وبعقد يمتد حتى موسم 2027 بالبقاء مع النادي الألماني للاعب الإنجليزي هاري كين.